أنا عايز أتكلم النهاردة على مرض شائع جدا، هو المية البيضاء. ناس كتير بتبتدي تعاني منه بداية من سن ال55 أو ال60. المية البيضاء احنا عارفين ان ربنا بيخلقنا بعدسة شفافة زي دي. بعد مع تقدم السن بتبتدي العدسة دي تبقى معتمة، بيبتدي المريض يلاحظ ان هو الرؤية بقت فيها زغللة شوية، مش شايف الحاجة بوضوح، زي ما يكون في ستارة او شبورة قصاد عينه. اللي احنا بنقدمه كعلاج جديد وحديث دلوقتي في علاج المياه البيضاء حاجات زي جهاز اللانزكس او الفيمتو كاتراكت، اللي هو بنشيل المية البيضاء دي وبنزرع عدسة مكانها بدون اي تدخل جراحي خالص، بدون استخدام اي مشارط او الات. كل الستبس بتاعت العملية بتبقى اوتوميتد وبيعتمد على الفيمتو، تقنية الفيمتو سكند والفيمتو ليزر، وده بيدي بريسيجن للعملية عالي، كواليتي ديفيكلت ان هي تبقى دان بالايدين الانسان، وبتدي نتائج طبعا مختلفة ومبهرة يعني. فدي تعتبر نقلة، ودي تكنولوجي في مصر ما بقالهاش غير كام شهر، واظن ان هي هتخلي العلاج بتاع المية البيضاء يدخل في ثورة جديدة.